في ليلة لا تنسى بملعب مولاي عبد الله بالرباط. لم يكن النهائي الإفريقي مباراة عادية، ما حدث بعدها تجاوز كل التوقعات. أسود الأطلس تواجه أسود التيرانغا، توتر، ترقب، ومصير يحسم في الأشواط الإضافية. النتيجة هدف واحد للسنغال، لكن الجدل الحقيقي بدأ قبل أن يسجل هذا الهدف. الفريقين تبادلا الكرة والفرص تتوالى والجمهور يعلو هتافه، لكن جاءت اللحظة التي قلبت الأمور رأسا على عقب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، عندما منح الحكم ركلة جزاء للمغرب بعد إسقاط إبراهيم دياز عمدا داخل المنطقة. هذا القرار تسبب في انفجار غضب الجمهور السنغالي، فقد رأوا أنها مجرد لمسة عادية، لكن حسب المحللين الرياضيين تعتبر ضربة جزاء صحيحة. هنا حدث ما لم يتوقعه أحد، السنغال تتراجع عن اللعب وتغادر أرضية الملعب احتجاجاً على قرار الحكم. اللاعبين بقيادة مدربهم يرفضون استكمال اللعب في واحدة من أغرب مشاهد كرة القدم في نهائي بطولة كبرى. لم تشهد كرة القدم في تاريخها احتجاجاً بهذا الشكل في نهائي قاري. انسحاب جماعي من لاعبي منتخب كامل، استمر انسحابهم عن المباراة حوالي 17 دقيقة قبل أن يعيدهم اللاعب ساديو ماني ليكملوا المباراة. لنكن صريحين، تضييع ركلة جزاء في النهائي في لحظة بهذا الحجم يفتح باب الأسئلة، حتى تلك التي لا نحب طرحها. إبراهيم دياز لاعب موهوب وهادئ ومعتاد على الضغط في أكبر الملاعب الأوروبية، فكيف ضاعت الكرة بهذه الطريقة؟ التحليل الرياضي والمنطقي: أولاً، الركلة لم تكن ضعيفة فنياً فقط، بل كانت اختياراً عالي المخاطرة، تسديدة هادئة في لحظة لا تحتمل التجربة. اختيار أسلوب بانينكا في نهائي كهذا اختيار خاطئ. كرة هادئة وسهلة الإمساك لحارس مثل إدوارد ميندي الذي لم يواجه أزمة في الإمساك بها. ثانياً، التوقف الطويل، الانسحاب، الاحتجاجات، كلها عوامل كسرت الإيقاع الذهني للاعب. في علم النفس الرياضي، انقطاع التركيز لثوان قد يكون كافياً لضياع كل شيء. ثم نصل إلى السؤال الذي يتداوله البعض على مواقع التواصل، حيث تساءل الكثيرون: هل كان من الممكن أن يكون هناك اتفاق في تضييع ضربة الجزاء مقابل استمرار المنتخب السنغالي في اللعب؟ وما أيد هذه النظرية هو رد فعل اللاعبين بعد تضييع الركلة، فقد كانت ردة فعلهم باردة وكأنهم على علم أنها لن تسجل. ثم إن الأجواء المشحونة في المدرجات والضغوط الجماهيرية، أصوات الهتاف والصراعات والتكسير في المدرجات لم تساعد على التركيز. لم يتوقف الجدل عند التحكيم ولا عند ركلة الجزاء، بل اتجه إلى منطقة أكثر حساسية وأكثر غموضاً. فيديوهات انتشرت كالنار في الهشيم تظهر أشخاصاً يقومون بطقوس غريبة أمام صور لاعبين مغاربة، حتى داخل الملعب تم توثيق ممارسات غريبة، شموع، حركات متكررة، تمتمات غير مفهومة. السحر كلمة ثقيلة، لكنها مذكورة في القرآن الكريم ولا يمكن إنكار وجوده. لكن هل يمكننا أن نربط ما هو غيبي بما حدث داخل الملعب؟ وماذا عن الفوطة، المنشفة التي أثارت الجدل؟ هل كانت مجرد أداة لحارس مرمى أم أنها حقاً كانت تحتوي على شيء غريب؟ وهنا سؤال أخطر: هل حقاً كانت المباراة تحت تأثير طقس معين؟ وهل الطاقة السلبية التي من الواضح أنها كانت منتشرة في الملعب من شجارات عنيفة وإصابات
وانسحاب وجدل لها دور في حسم النتيجة. نطرح هذه الأسئلة لا لندين ولا لنبرر، بل لنفهم، لأن الحقيقة أحياناً لا تكون فيما نراه بل فيما نؤمن به. المشجعون لم يكونوا مجرد متفرجين. بعد اشتباكات بين جماهير السنغال والأمن المغربي انتشرت بكثرة على مواقع التواصل. مواجهة لم تكن متوقعة في ليلة كان من المفترض أن تكون احتفالاً بالرياضة. هذه ليست نهاية القصة، فالأداء المغربي كان قتالاً لا ينسى، وجمهور رفع مستوى الحدث إلى أرقى مستويات الدعم الوطني. لقد وقف الجمهور دعماً للوطن ولم يتوقف عن الهتاف حتى في اللحظات الأخيرة. المغرب قدم كرة عالية المستوى. إبراهيم دياز رغم الخطأ وقف مسؤولاً واعتذر. الجماهير المغربية أظهرت روحاً غير قابلة للكسر. أما الذين فرحوا لخسارة المغرب أو اختزلوا ما حدث في فضيحة أو مادة للسخرية، فليعلموا أن المغرب لم يخسر يوماً قيمته ولا روحه ولا محبة جماهيره لكرة القدم. الخسارة في النتيجة لا تلغي العطاء ولا تمحو الشرف ولا تكسر أمة لعبت بشجاعة حتى آخر نفس. الفخر الحقيقي لا يقاس بكأس واحدة بل بكرامة الأداء ووحدة الجماهير وروح أمة تعرف كيف تقف شامخة حتى في أصعب اللحظات. والآن برأيك، هل كانت هذه المباراة عادية كباقي المباريات؟ هل من حق المنتخب السنغالي الاحتجاج على ضربة الجزاء؟ وأخيراً، هل ما شاهدناه كان مجرد كرة قدم أم أن هناك ما خفي عن أعيننا؟ السلام عليكم. بزاف ديال الناس تواصلوا معايا بغاو يعرفوا الحقيقه ديال شنو كاين في ديك الفوطه. كيف ما شافوا الاغلبيه منكم في مباراه ديال نصف النهائي، كنت دخلت وحيدت الفوطه من حدا الحارس ديال نيجيريا. فاش قلبت ديك الفوطه وسط منها واحد الجيب. هذاك الجيب فيه مجموعه ديال الرموز غير مفهومين. حيدنا داك الرموز، سالاو الاشواط الاضافيه الثانيين، دزنا بيلانتيات، ربحنا في النهائي البارح مع المنتخب السنغالي. كنا شفنا تشبت ديال اللاعبين السنغاليين بديك الفوطه، خصوصا من مورا ما احتجوا دخلوا لغرفه الملابس، خرجوا راه شفنا شنو وقع في البيلانتي. على الرغم من انني ما كنتش من الاتباع ديال نظريه المؤامره، لكن البارح تاكدت بان كانت هناك مؤامره، وكانوا هناك طقوس كيداروا في الخفاء، وكانوا اشياء غير طبيعيه اللي اثرت في المباراه. شكرا لكم على المتابعه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة للتوصل دائما بالجديد. إلى اللقاء.